حقق فريق الأهلي فوزا تاريخيا على اتحاد جدة السعودي ب3 أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية. ونجح نسور الأهلي في تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا نمور اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزيلندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة. نسور الأهلي نجحت كذلك في فك عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات. سجل ثلاثية الأهلي علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري. على الشوط الأول جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جانب الفريقين، ولما استمر فترة جسأل النبض طويلا وازداد لأهلي أولى فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين للشحات قبل أن يرد الفريق لسعودي الملقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لخل الشناوي ببراعة، وانطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو، لكن هاني تباطئ في التمرير ليتدخل دفاع الاتحاد وينقذ الموقف. تواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي، لكن على فترات متباعدة، وأسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء حقيقية احتسبها الحكم ضد مدافع الاتحاد حسن كادش بعدما لمس الكرة يده. في الدقائق 21 سجل منهي مع الأول هدف لأهلي الأول بعد الهدف. نشط أداء اتحاد جدة بحثا عن أدرك للتعادل مع استمرار على الضغط على أهلاوي، ونال ما مع الشورى بطاقة صفراء للخشونين في الدقائق 36، وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما وأحتسب لحكم ضربة جزاء للاتحاد بعدما لمست لكرة يد محمد عبد لمنعم في الدقائق 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار، وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة. أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الاتحاد، لكن كهربا سددها بعيدا عن الشباك. وتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف. الشوط الثاني بدأ لأهلي هذا الشوط بتفوق واضح، كما كان الحال في الشوط الأول مستغلا التبطئ منع الفريق السعودي الذي اعتمد على انتفاضة منع وتيل آخر يتصدى لها دفاع لأهلي ببراعة. الهجوم لأهلاوي أسفر عن هدفين متتالين في الدقيقتين 59 و62، حيث سجل الهدف الثاني حسين الشحات من تمريرة رائعة من كهربي، ونجح الشحات في ركن الكرة بشكل رائع في شباك الفريق السعودي، ونال حسين الشحات بطاقة صفراء قبل أن يواصل كهربا التألق ويمرر كرة جيدة إلى أمام عاشور ويسجل منها هدف الأهلي الثالث. ونال كهربا بطاقة صفراء الخشونة فاصلة ودفع كولر بالثلاثي كريم فؤادي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهري بدلا من حسين الشحات وكهربي وما مع الشورى. شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات متواصلة من اتحاد جدة على طريق بنيمة وكونتي لكن دفع لأهلي واصل للتفوق على لخطأ لهجومي للفريق السعودي. وشارك ديانج في الدقيقة 83 بدلا من كوكا بسبب